دي أخلاق أهل القرآن. يحسن الأدب، يصل الرحم، ويكره القطيعة، من قطعه لم يقطعه، من عصى الله فيه أطاع الله فيه، يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم، من صحبه نفعه، واحد صاحبك تنفعه. قد أدبه القرآن والسنة. يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، بيفتح المصحف كده عشان يؤدب نفسه بالقرآن، مش عشان يقرأ وخلاص. لا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عليه بجهل. قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير. إذا درس القرآن في بحضور فهم وعقل، همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى. ليس همته متى أختم السورة، همته متى أستغني بالله عن غيره، متى أكون من المتقين. شوفوا أنت بتقرأ القرآن وأنت تستعد لقراءة القرآن، هذه همتك. متى أكون من المتقين، متى أكون من المحسنين، متى أكون من المتوكلين، متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أكون من الصادقين. هذه هي أخلاق أهل القرآن. مش بتقرأ كونوا مع الصادقين ماشي، ويدخل من الناحية دي ويخرج من الناحية التانية. متى أكون من الخائفين، متى أكون من الراجين، متى أزهد في الدنيا، متى أرغب في الآخرة، متى أتوب من الذنوب، متى أعرف النعم المتواترة، متى أشكر الله عليها، متى أعقل عن الله الخطاب، متى أفقه ما أتلو، متى أغلب نفسي على ما تهوى، متى أحفظ لساني، متى أغض طرفي، متى أحفظ فرجي، متى أستحي من الله حق الحياء، متى أشتغل بعيبي، متى أصلح ما فسد من أمري، متى أحاسب نفسي، متى أتزود ليوم ميعادي. هذه هي نيته وهو يقرأ القرآن. متى أكون عن الله راضيا، متى أكون بالله واثقا، متى أكون بزجر القرآن متعظا، متى أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلا، متى أنصح لله، متى أخلص له عملي، متى أقصر أملي، متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي، متى أعمر قبري، متى أفكر في الموقف وشدته، متى أفكر في خلوتي مع ربي، متى أفكر في المنقلب، متى أحذر ما حذرني منه ربي من نار حرها شديد وقعرها بعيد وغمها طويل، لا يموت أهلها فيستريحون ولا تقال عثرتهم ولا ترحم عبرتهم، طعامهم الزقوم وشرابهم الحميم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب.